السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل دبوس الرومي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. الطريقة اللي هنستخدمها نقدر نستخدمها في اي قطعة من الرومي او في رومي كامل، مفيش مشكلة. اول حاجة جبنا مع بعض الدبوس الرومي، ابتديت ان انا اغسله بالملح والخل، وبعدين حطيت عليه دقيق وغسلته كويس جدا، واخر حاجة ما ننساهاش معلقة الطحينة اللي بتفرق جدا في روايح الطيور. جبت سكينة حامية وابتديت ان انا اقطع مع الرومي، اشرحه تشريحات زي ما انتوا شايفين كده عشان تسهل معايا التسوية، وفي نفس الوقت عشان يتبل معايا كويس جدا والتتبيلة تخش الاجزاء الرومي من جوه. فتحته من فوق ومن تحت واتأكدت ان الفتح بتاعي وصل لغاية العظم عشان يستوي معايا كويس. خلاص هنا اهو قطعته. هبتدي احضر الخضار اللي انا هحطه تحت الرومي، وهو عبارة عن بطاطس غسلتها كويس قوي 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 وقطعتها بقشرها، وحطيت معاه جزر وفلفل حامي وبارد، وحطيت توم وبصل. ده الخضار اللي استخدمته. تقدري تستخدمي اي نوع خضار انت عايزاه، مفيش اي مشكلة طبعا. دلوقتي هحط عليه دبوس الرومي، وهبتدي ان انا احضر معاكم التتبيله اللي هنحطها على الرومي. التتبيله سهله جدا وجميله جدا، بس اهم حاجه نلتزم بيها وبالبهارات عشان يطلع معانا النكهه اللي احنا عايزينها. دلوقتي انا هجهز البهارات، وهي عبارة عن الملح بتاعنا وبصل بودر وبابريكا وسماق وزعتر وسبع بهارات وورق لوري وحبهان وجوز الطيب. وزي ما متفقين دايما ان جوز الطيب من البهارات الاختيارية، تقدري تحطيه او تستغني عنه، بس الوصفة دي بتحب السماق جدا، او اي وصفة عموما بندخلها الفرن بنحط معاها السماق، بيخليه طري كده وجوسي جدا من جوه، والتسويه بتاعته بتبقى حلوه قوي. جبت بصلتين، حطيت عليهم البهارات بتاعتي، وحطيت عليهم كوبايه كبيره من الطماطم، وهبشر عليهم جوز الطيب، وهقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبتدي ادخلهم في الدبوس. طبعا يعني التتبيله كل ما قعدت كل ما ادتني نكهه حلوه جدا، يعني لو بيتنا من قبلها بيوم مفيش مشكله. بس انا كنت مستعجله الحقيقه فاشتغلت عليه على طول. وما تقلقوش، اداني طعم حلو قوي، واللحم بتاعه كان متبل وكويس قوي. قلبت كل المكونات مع بعض، وهبتدي ان انا ادخلها في الفتحات اللي انا عملتها، وتحت الجلد ومن فوق ومن تحت، وظبطته زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا في الوقت ده بكون مولعه الفرن بتاعتي على اعلى درجه حراره، وحطيت الشبكه فوق الستوج بتاع الارضيه تحت خالص يعني. هوريكم صوره دلوقتي وهو في الفرن. وحطيته قعد حوالي ساعه ونص كامله، ما فتحتش عليه. وبعد الساعه ونص هنطلعه نختبره ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا خلاص انا ابتديت ان انا اتبله وادخله في كل الفتحات زي ما انتم شايفين، وهغطيه وهقول لكم نعمل ايه. طبعا احنا لا هنسلقه ولا هنشوحه ولا اي حاجه، لان احنا عايزينه مشوي زي اللي بنجيبه من بره. فهقول لكم ازاي نقدر نسويه كويس قوي، وفي نفس الوقت يطلع معانا مشوي حلو وطعم بره بالظبط. خلاص انا دلوقتي بحط الميه اللي اتبقت معايا من التتبيله. دلوقتي انا غطيته بالورق الزبده، واتاكد كويس جدا ان هو محكم الغلق معايا 100%، عشان ما يخرجش معايا البخار، لان البخار هو اللي هيساعد معايا على التسويه. تمام. بعد كده بجيب ورق الفويل واغطيه كويس جدا. انا حطيت طبقتين من الالومنيوم فويل فوقيها عشان اتاكد ان هو حاكم معايا جدا البخار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما غلفته حطيته طبعا في الفرن اللي انا مسخناها على درجه حراره عاليه جدا، والشبكه فوق الصاجه على طول، ودخلته قعد ساعه ونص. بعد الساعه ونص طلعته عشان اختبر التسوية بتاعته. لما اختبرت التسوية لقيته استوى معايا بنسبة 90% تقريبا. شايفين هو كده جوه الفرن فوق الشبكة على طول. هختبره هلاقيه وصل معايا لنسبة 90% من التسوية. هبتدي بعد كده اعمل ايه؟ هبتدي المرحلة التانية في التسوية.
المرحلة التانية ان انا جبت صينية ألمونيا وحطيت فيها ورق لوري ومية وحبهان، وحطيتها على الصاجة على طول، وفوق منها الشبكة، وفوق الشبكة حطيت الدبوس بتاعي، وشلت الخضار بقى على جنب لان خلاص الخضار بتاعي ايه اوريدي استوى. تمام. قعد الموضوع ده الدبوس ده قعد معايا جوه الفرن حوالي بالظبط ساعتين لغايه ما اخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. الميه من تحت بتغلي، فبالتالي بتساعد على تسويه الدبوس اكتر وان لونه يحمر ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت جنب منه رز بسمتي، ممكن تقدموه مع رز بشعريه عشان ناكل معاه الخضار، او رز بسمتي اي رز تفضلوه. وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبالتسويه اللي انتوا شايفينه دي، ما ولعتش الشوايه، دي تسويه الفرن اول عن اخر، وطلعت بالشكل دون. يا رب الفيديو يكون عجبكم والطريقه تكون سهله وبسيطه وتنفذوها. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي، انا عزة الفياضي. شكرا لكم.